اول تعادل ليه في الدوري، وهنبتدي التنقيط من دلوقتي. واعرف ان كل مباراه الزمالك هيتعادلها او هيخسرها هيقول لك التحكيم. ولسه اول ماتش ليه في الدوري، ولسه ما بدأناش الدوري، وبسم الله ما شاء الله تعليقات وصفحات نازله بتقول لك ضربه الجزاء بتاعه فلان دوت لما داس على رجل مش عارف مين، هل دي مش ضربه جزاء؟ امين عمر واخد الرخصه بتاعته من مجلس اداره النادي الاهلي. وهيبدأ يطلع لك اشاعات ان امين عمر اهلاوي، وان اتحاد الكوره اتضغط عليه من النادي الاهلي، علشان كده الحكام هتبدأ تأثر على نتيجة المباراة بتاعت الزمالك. قصة حزينة حافظينها كل موسم الزمالك بيخسر الدوري، كل موسم قصة حزينة حافظينها، قصة حزينة حافظينها. افضل كرر كده كده، قصة حزينة حافظينها، قصة حزينة حافظينها، قصة حزينة حافظينها. كل موسم الزمالك بيخسر، كل موسم الزمالك بيخسر. يقول لك ايه بقى؟ اتحاد الكورة الاهلي ضغط عليه وخلى لجنة التحكيم تضغط على الزمالك وتفقد الزمالك نقط. دماغ الناس دي دماغ تانية خالص خالص. كل الكوكب دماغ والا الكوكب بتاع نادي الزمالك ده كوكب، كوكب لوحده كده، دماغ تانية. امين عمر اللي واخد من ضمن افضل حكام في كاس العالم هيتصيد للزمالك. انت متخيل؟ هيتصيد للزمالك. بدأت تتنقط. ادي اول مباراة الزمالك بيفقد فيها نقطتين. وعاوز اقول لك على حاجة، ده الونش نقصك في الدقيقة 75. يا نهار اسود، يا نهار اسود. يلا سلام.